بسم الله الرحمن الرحيم. فيلمنا بيبدأ بعد 4 سنين من أحداث الجزء التاني بعد ما نوا ونيك انفصلوا عن بعض وعلاقتهم انتهت، وده بسبب إن نيك شافها وهي نازلة من شقة مايكل وفهم إن في علاقة ما بينهم. وحاليا بنشوف نوا في المطار وبتكون رايحة تحضر فرح صاحبتها جينا. وقتها الرحلة بتكون متأخرة عن ميعادها، فبتلف نوا في الماركت علشان تسلي وقتها. وساعتها بتشوف صورة نيك في المجلة وبتعرف إن هو مسك إدارة شركة والدو في لندن من 4 سنين، وإن هو ناجح جدا في مجال شغله. وبيظهر الحزن على ملامح نوا لأن هي ونيك ما اتكلموش نهائي طول ال4 سنين اللي فاتوا. وبعدها نوا بتطلع الطيارة وبتدلق القهوة بالغلط على شاب اسمه سايمون، فبتعتذر له عن اللي هي عملته، فبيقبل سايمون اعتذارها وبيعرفها بنفسه. ولما بيوصلوا بيعرض سايمون على نوا إن هو يوصلها في طريقه، ولكن نوا بتقول له إن في عربية جاية تاخدها، فبتودعه وبتقول له إن هي أكيد هيقابله تاني. هو بيسيبها وبيمشي، وفي اللحظة دي بتشوف نوا عربية شبه عربية نيك، فبتفتكر نيك إن هو اللي سايقها. وهنا بتكتشف نوا إن هي مش قادرة تنسى نيك وتشيله من تفكيرها. وبيقطعها جينا اللي بتجري عليها وبتحضنها، والاتنين بيكونوا فرحانين ومتحمسين لحفلة جواز جينا. وبعدها بيروحوا على بيت جينا، وهناك نوا بتعرف إن جينا خلتها هي وصفتها، وإن لويون خطيبها خلى نيك يكون هو كمان وصيفه. وبعد شوية وقت نوا بتغير هدومها وبتنزل للحفلة، وساعتها بتشوف نيك وهو نزل من عربيته وداخل الحفلة، فبتستخبى منه بسرعة قبل ما يشوفها لأنها مش عايزاه تتكلم معاه. وأثناء الحفلة جينا بيتقدم نوا لعمها، والاتنين بيبدأوا يتكلموا سوا، وبيجي نيكولاس يسلم على عم جينا ولكنه بيتجاهل نوا ومبيسلمش عليها. وبعدها بتروح نوا تسلم على ليون وأخوه توني، وبيظهر إن توني معجب بنوا بيكون عاوز يقرب منها، ولكن نوا بتبعد عنه بأدب وبتسيبه وبتمشي. وساعتها بتقابل أمها رافاييلا، وبيجي واحد من قرايب جينا وبيطلب من رافاييلا إن هي تصورهم. وباللحظة دي بيعدي نيك من جنب نوا ولكنه بيتجاهلها تماما ومبيتكلمش معاها. وفي اليوم اللي بعده نيك ونوا بيروحوا مع عائلة جينا للفندق اللي هيتعمل فيه الفرح، وبيضطر نوا إن هي تركب مع العربية بتاعت نيك عشان مفيش مكان تاني. وأثناء ما هما في الطريق نيوا ونيك بيبصوا لبعض، وقتها نيك بيلاحظ إن نوا بطلت تلبس السلسلة اللي هو اداها هدية، وبيفضلوا الاتنين ساكتين ومحدش فيهم بيكلم التاني لحد ما بيوصلوا للفندق. وهناك بتتعمل بروفا لحفل الزفاف. وقتها مشرفة الحفلة بتخلي نيك هو ونوا يقفوا جنب بعض باعتبارهم ضيوف الشرف، وبيظهر إن نيك ونوا مبسوطين باللي بيحصل، ولكن محدش فيهم بيبين ده قدام التاني. وبالليل بتتفاجئ نوا إن مكانها هيكون جنب نيك على سفرة العشاء، فبتحاول نور إن هي تتكلم مع نيك ولكن نيك ما بيديهاش أي فرصة. هو بيسلم على توني أخو ليون. مع ذلك بعد العشاء بيخلص وبتفضل نوا متابعة نيك بنظراتها وهي كمان بيكون مركز معاها. هو بيفضل يبصلها كتير. وتاني يوم الفرح بيتعمل والكل بيكون فرحان علشان جينا وليون. وقتها نيك ونوا بيكونوا فرحانين هما كمان لأصحابهم. وبعدها جينا بترمي بوكيه ورد لأصحابها ونوا هي اللي بتمسكه، وده معناه إن الدور هيجي على نوا علشان تتجوز هي كمان. وبعدها كلهم بيرقصوا سوا طول الليل، وساعتها جينا ولون بيقربوا نيك ونوا من بعض علشان يرقصوا سوا، وبيكون واضح إن هم عايزين يرجعوا لبعض تاني. وفعلا الخطة بتنجح ونيك نوا بيفضلوا الليلة سوا في الفندق، ولكن نيك بيصحى بالليل وبيقرر إن هو يمشي ويسيب نوا. فبتقول له نوا إن هي شافت رسالته اللي كتبها على القبر والدها، وبتعرفه إن هي حافظاها وبتردد كلامها قدامه. ولكن نيك بيقول لها إن الرسالة ممكن تكون اتمسحت بسبب المطر، وده في إشارة منه إن هو مش عاوز يرجع لها تاني. وبيقول لها إن هو كل أما بيفتكر إن هي خانته مع مايكل، وبيسيبها وبيمشي. وبعد أسبوع بترجع نوا للجامعة وبتاخد شهادة التخرج من هناك، وبعدها بتسيب شغلها في المطعم لأن فترة تدريبها انتهت. وبتمر الأيام وبتفضل نوا تدور على شغل، وبتلاقي شغلانة بسيطة في مجال الدعاية، وده بيعرضها لحوادث كتير لدرجة إن في واحد بيخبطها بالعجلة وبيوقعها على الأرض. فبتروح نوا للمستشفى علشان تتعالج، وبيكون مايك شغال في نفس المستشفى دي، لكن محدش فيهم بيشوف التاني. وقتها بيتم استدعاء لمكتب مايك، والمدير بيتفاجئ مايك لما بيقوله إن هو اكتشفوا إن هم عملوا علاقة مع بنت في الجامعة اللي هو كان شغال فيها، وعلشان كده مايك اترفض من شغله والجامعة لأن مايك خبى الموضوع ده عن إدارة المستشفى، وبيترفض من شغله من أول اجتماع لمجلس إدارة المستشفى. فبيزعل مايك وبيعرف إن نيك هو اللي عمل كده علشان في جزء كبير من أسهم المستشفى مملوكة لشركة أبوه. وبنروح لنيك اللي بيكون في مقر شركته في لندن، وساعتها بيكون عامل اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة وبيقول لكل اللي هو ناوي بيقفل فرد من فروع الشركة في أسبانيا، وهيشتري أسهم شركة تكنولوجيا وهيستثمر فيها وفوقها أعضاء مجلس الإدارة. ولكن ما بيعجبش الموضوع علشان ده هيكون في سبب إن الموظفين كتير يترفضوا من شغلهم. ولكن نيك بيقول لهم إن هو فروع الشركة في أسبانيا بيخسر،
وفي نفس الوقت هما لازم يواكبوا التكنولوجيا والتطور في مكان تاني. وبنشوف إن هو بيدور على شغل في شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبتكتشف بالصدفة إن مدير الشركة يبقى سايمون اللي هي قابلته في الطيارة، وساعتها بيوافق سايمون إن هو يعينها كموظفة للدعاية في الشركة، وده لأن السي بتاعها عجبه جدا. وبنرجع لندن وبنشوف نيك وهو في البيت مع صوفي محامية الشركة، وبيظهر إن هما في علاقة مع بعض. وبتسأل صوفي نيك عن اللي حصل بينه وبين نوع لما حضروا فرح جينا، فنيك بيرد بيقول لها ما حصلش حاجة وإن هو اتعامل مع نوا ما يعرفهاش. وبتمر 4 شهور وسايمون ونوا بيكونوا قربوا من بعض أكتر، وبتقول سايمون لنوا إن هو متحمس جدا للمستثمر اللي هيشتري أسهم الشركة، وهيشكر نوا لأن العرض اللي قدمته للمستثمر عجبه ووافق عليه بسرعة. في الوقت ده بيكون نيك قاعد في الشركة وبيشوف في الأخبار إن موظفين فرع الشركة في أسبانيا عاملين متظاهرات قدام الشركة، وده لأنهم خسروا وظيفتهم بدون سابق إنذار. وقتها واحد من الموظفين اسمه سام بيكسر شباك عربية ويل أبو نيك وبيهاجمه، لكن الحراس بيبعدوه عنه بسرعة. بعد ما سام بيقول في الأخبار إن هو ويل ابنه قفلوا الشركة من غير ما يراعوا ظروف الموظفين، وبيقول كمان إن هو مش هيسيب حقه وهينتقم منه. في اللحظة دي بيلاحظ نيك إن أعضاء مجلس الإدارة مش عاجبهم اللي بيحصل، فبيطمنهم وبيقول لهم إن الناس هينسوا الموضوع ده قريب. بعدها نيك بيقابل صوفي وبيقول لها إن هو بيفكر في حاجة معينة كده علشان يشتت انتباه وسائل الإعلام عن قصة فروع الشركة، وبيقترح عليها إن هما يعلنوا في الأخبار إن هما عايشين قصة حب وهتتخطب قريب. وبيكون نيك شايف إن القصة دي هتغير صورته قدام المجتمع وهتخلي الصحفيين يشتغلوا بحاجة أكبر ويبعدوا عن موضوع الموظفين اللي اترفضوا. وساعتها الفكرة بتعجب صوفي وبتوافق عليها. وبيعدي أسبوع وبيروح نيك شركة سايمون وبيتضح إن هو المستثمر الجديد اللي اشترى الشركة. وبتتفاجئ نيك لما بتكتشف إن نوا بتشتغل في الشركة، وبيتضايق نيك لما بيشوفها وهي بتهزر مع سايمون قدام الموظفين كلهم. بعدها نيك بيتكلم مع سايمون لوحدهم، وبيكون نيك متضايق من سايمون علشان هو بيصرف فلوس كتير على حاجات مش مهمة في الشركة، وبيكون معترض كمان على وجود نوا في الشركة. لكن سايمون بيدافع عنها وبيقول له إن هي شاطرة في شغلها، وبيعرفوا إن العرض اللي هو وافق عليه هي اللي عملته. لما بيرجع نيك لندن بيبلغ صوفي إن حالة الشركة الجديدة وحشة، علشان كده هو لازم يهتم بيها الفترة الجاية. وما بتكونش صوفي مركزة في كلام لأنها بتكون مبسوطة من انتشار خبر خطوبتهم في كل مكان. وتاني يوم نوا بتكون بتتريق على نيك مع واحد زمايلها في الشركة، فبيسمعها نيك بالصدفة فبيطلب منها تجيب له قهوة بسرعة. وبعدها نيك بيلاحظ إن سايمون ونوا قريبين من بعض جدا، وبيظهر إن هو غيران من سايمون ومش عاجبه اللي بيحصل. في نهاية الأسبوع نوا بتقابل جينا في الكوافير وبتحكي نوا لجينا عن سايمون وبتقولها إن هو شاب كويس، لكن جينا بتكون معترضة ونفسها إن هو ترجع لنيك تاني. وبالصدفة نوا بتشوف خبر خطوبة نيك وصوفي في المجلة، وبعدها نوا بتشوف مايك وبالصدفة بتتفاجئ لما بيطلب منها تبعد عنه ومبتكلمش معاه نهائي. وبيعرفها مايك إن نيك استغل نفوذه وناوي يرفضه من شغله، وده بسبب اللي حصل بينهم من 4 سنين. وبعد ما بيمشي مايك بتتصل نوا بصوفي وبتطلب نوا من صوفي إن هي مايك ما يعرفش حاجة عن المكالمة دي، وصوفي بتوافق. فبتفضل انها نوا ان هي عرفت ان هما عايزين يرفضوا مايك من شغله، فبتعرفها صوفي ان مايك عمل تجاوزات في شغله ولازم ياخد جزاؤه، ولكن هو مبتصدقش كلامها وبتترجاه ان هما ما يرفضوش مايك من شغله. فبتوافق صوفي وبتوعده ان هي هتعمل كده. وتاني يوم بتروح نوا تزور امها وجوزها ويل في بيتهم، وبنعرف نوا ان لسه متقبله فكره جواز امها من ويل وابو نيك، وبيظهر ان هي جايه علشان عيد ميلاد ماجي اخت نيك. وما بيعديش وقت كتير وبيجي نيك ومعاه اخته ماجي اللي اول ما بتشوف نوا بتجري عليها وبتحضنها وبتفضل تلعب معاها وبتتكلم معاها هي بس طول القعدة. وبعدها نيك وويل بيتكلموا سوا عن الشركة، وبيظهر إن ويل مش عاجبه قرارات نيك الأخيرة، لكن نيك بيقوله إن هو هيعمل حاجات كتيرة على أكمل وجه ولكن بطريقته الخاصة. ولما بيرجعوا للسفرة بتتفاجئ نيك إن نوا بتتكلم مع سايمون في التليفون، فبيعترض على إن سايمون يكلمها بعد انتهاء ساعات العمل. فنوا بتقوله إن دي حياته الشخصية وهو ملوش الحق يعترض على أي حاجة فيها، وبيتضايق نوا من تصرف نيك معاها وبتسيبه وبتروح للحمام وبتحس بشوية تعب وبتفضل ترجع. وفي اليوم اللي بعده بتفاجئ نيك موظفين الشركة بقرار غريب بيقول لهم إن هو ممنوع تحصل أي علاقات غرامية بينهم جوه الشركة، ولو أي حد خالف الأوامر دي هيترفض من شغله. فسايمون ما بيعجبوش الموضوع ده، ولكن نيك بيوصف إن هو مش مهني وبيطلب منه يتحكم في مشاعره وهو بيشتغل. وبالليل سايمون ونوا بيكونوا في البيت سوا، وفي الوقت ده نوا بتكون متضايقة من قرار نيك وبتكون عارفة إن هو عمل كده مخصوص علشان يبعد سايمون عنها، وبتخاف إن نيك يتهور ويرفض سايمون لو قرب منها. ولكن سايمون بيقول لها إن هو مستعد يضحي بشغله علشانها. وتاني يوم نيك ونوا بيتقابلوا في أسانسير الشركة، وبتلاحظ نوا إن نيك راكب كاميرات كتير في الشركة
علشان يقدر يراقب كل الموظفين. ولما نيك بيروح مكتبه بتدخل عليه نوا وبتقول له إن هي هتستقيل من الشركة، فبيسخر منها نيك وبيقول لها إن هي هتتكلم زي الأطفال، وبيبدأ يقول لها كلام حلو وبيقرب منها وبيلفت نظرها إن هي في كاميرات في الشركة، وبتطلب منه يبطل اللي هو بيعمله. في ساعتها نيك بيفهم إن نوا بتبعد عنه لأن هي في علاقة مع سايمون، فبتقول له نوا إن هو كمان في علاقة مع صوفيا، وبتفكره إن خبر خطوبتهم منتشر في كل مكان. هو بيقول لها نيك إن هو عارف وإن هي لسه بتحبه، لكن هو بتقول له إن هو ما بتحبوش لأنه مش قادر يسامحها على غلطة عملتها من 4 سنين، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم نوا بتاخد ماجي علشان تقابل أمها، ولكن نيك بيجي وبيكون عاوز يبعدها عن ماجي، فبتقول له إن هي عايزة تتكلم شوية مع أمها. فبيوافق نيك على طلبها وبيروحوا يقعدوا في المطعم. وقتها أم نيك بتقول له إن هي هتدي حضانة ماجي لويل، فنيك بيكون متضايق إن هي هتسيب ماجي وهتتخلى عنها زي ما هي عملت معاه وهو صغير. فبيتفاجئوا وبتقول له إن هي عندها كانسر وكانت مخبية الموضوع ده، وبقاله 4 سنين بسبب المرض قررت تسيب ماجي مع ويل. وبتوصي نيك وصية قبل ما تموت وبتطلب منه يخلي باله من أخته ويهتم بيها. وساعتها نيك بيكون مصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل، فبيقرب منه نوا بتكون عاوزة تمسك ايده علشان تواسيه، ولكن بيتراجع في آخر لحظة. بعدها نوا بترجع على البيت مع ناجي ونيك، وبالليل بيطلب نيك من نوا إن هي تفضل معاه الليلة دي، وبيعرفه إن هو محتاجة تكون جنبه. فبتقول له نوا إن مش هيحصل مشكلة اللي بينهم، ولكن بالعكس الموضوع يتحول للأسوأ. فبتقول له نيك إن هي مش فارق معاه أي حاجة والمهم إن هو تفضل جنبه، وهي بتوافق. وتاني يوم نيك بيصحى وبيكتشف إن هو مش موجودة، فبيخرج من أوضته بسرعة علشان يدور عليها، ولكن ماجي بتقوله إن هو ودعتها ومشت. في الوقت ده نوا بتكون سايقة عربيتها وبتعيط فجأة وبتحس بتعب شديد وبتروح المستشفى، وهناك بتتفاجئ إن هي حامل في الشهر الرابع. فبتتصدم نوا لأن ده معناه إن هي حملت من نيك، وإن هما قضوا الليلة سوا يوم فرح جينا. وبالصدفة مايك بيسمع كلامهم وبيطلع كل التقارير نوا من على الكمبيوتر وبيحتفظ بيها. وبعدها نوا بتقابل جينا وبتقول لها إن هي حامل من نيك، ولكن مش هتقوله. ولكن جينا ما بتكونش مرتاحة للموضوع، فبيقول لها نوا إن نيك هيتجوز صوفي وهيأسس عيلة، وهي مش عايزة تضايقه بخبر حملها منه. مع إن جينا بتكون حزينة بسبب اللي بيحصل مع صاحبتها، إلا إنها بتغير عن فرحتها بخبر حملها وبتحضنها علشان تخرجها في الحالة اللي هي فيها، وبتطلب منها إن هي تقعد معاها في بيتها علشان ترعاها أثناء فترة حملها. ونوا بتوافق وبيجي الليل وجينا بتبلغ ليون إن نوا حامل من نيك، وبتنبه عليه ما يعرفش نيك أي حاجة لأن دي رغبة نوا. فبيتوتر ليون لأنه مضطر يخبي سر كبير زي ده عن أقرب صديق ليه. في اليوم اللي بعده مايك بيقابل صوفي وبيقول لها إن هو عارف إن هي ونيك هيطردوا من شغله، فبتقول له صوفي إن هي ما تقدرش تعمل أي حاجة في الموضوع ده. فبيفاجئها مايك وبيقول لها إن نيك ونوا لسه مع بعض، وإن من 4 شهور حصلت علاقة بينهم يوم فرح جينا، ودلوقتي نوا حامل من نيك. وعلشان تصدقه بيوريها التقارير اللي تثبت صحة كلامه. وبيقول مايك لصوفي إن الموضوع ده لو انتشر في الأخبار هتكون فضيحة كبيرة ليها ولنيك، وبيطلب منها توقف إجراءات رفضه من الشغل، وفي المقابل إن هو مش هيجيب سيرة لحد بالخبر ده. فبتوافق صوفي وهي مصدومة ومش مصدقة اللي سمعته. وبالليل نيك وصوفي بيكونوا رايحين حفلة، وأثناء ما هما في الطريق صوفي بتسأل السواق عن ابنه، فبيقول لها إن هو بيدور على شغل جديد. وقتها بيتفاجئ نيك إن ابن السواق الخاص كان بيشتغل في فرع الشركة اللي اتقفل بقراره منه. فبيتضايق نيك وبيقول للسواق إن هو ما كانش يعرف، وبيطلب منه يخلي ابنه يجي يقابله وهو هيشغله في الشركة الجديدة. لكن السواق بيرفض وبيقول له إن ابنه عنده عزة نفس ومش هيقبل المساعدة من أي حد. وبعد كده نيك وصوفي بيوصلوا الحفلة، وهناك بيتضايق نيك لما بيشوف سايمون ونوا هما بيرقصوا سوا. وبعد شوية وقت صوفي بتتكلم مع نوا وبتقول لها صوفي لنوا إن هي قابلت مايك، وبتعرفها إن هي لغت قراره من الشركة، فبتشكرها نوا على مساعدتها. وبعدها بيجي سايمون وبيرقص مع صوفي، فبيستغل نيك الفرصة وبيقرب من نوا وبيسألها هي ليه سابته ومشيت. فبتفكره إن هو عمل كده معاها يوم فرح جينا، وبتسيبه وبتمشي علشان تروح الحمام. ولكن نيك بيروح وراها وبيقرب منها وبيواسيها وبيقول لها إن هو مش قادر يبعد عنها. وساعتها نيك بتلاحظ إن هو تعبان، فبيقرر ياخدها ويوصلها بنفسه للبيت. وهناك هو بتطلب منه إن هو يمشي علشان مفيش بينهم حاجة، وكمان وهي مبسوطة علشان هو هيتجوز صوفي وهيعمل أسرة وهيكون عنده أطفال. فبيقول لها نيك إن هو بيتمنى يكون عنده أطفال منها هي، لكن هو بتقوله إن هو إزاي هيكون أب لأطفالهم وهو لسه مش قادر يسامحها. فبيسكت نيكو وما بيرضاش يرد عليها، فبتقول له ان هو ان دي لحظه مناسبه علشان علاقتهم تنتهي للابد. فبيقتنع ان هو بكلامها وبيودعها وبيسيبها وبيمشي. وبعد شهرين ام نيك بتموت والكل بيتجمع علشان يتجنزها. وقتها ويل بيحاول يلعب مع ماجي علشان يخرجها من حاله الحزن اللي هي فيها، وبيديها عربيه لعبه علشان تلعب بيها، لكن ماجي بترفض. وبيجي طفل تاني وبياخدها وبيلعب بيها مع اصحابه.
فبتروح ماجي وراه وبتتخانق معاه علشان تاخد العربية منه، وبتتدخل ويل وبيطلب ماجي ما تعملش مشاكل. فبتزعل ماجي من ويل بسبب اللي هو عمله، ولكن هو بتوقفها أو بتقول لها ويل إن هي بيحبها جدا ولكنه مش هيدعمها وهي بتعمل حاجات غلط. فبتقول لها ميجي وهي غضبانة إن ويل مش أبوها لكن نوع بتهديها، وبتقول لها إن هي لازم تتعلم التسامح. في اللحظة دي الكل بيكون مركزين مع نوا وميجي، وبيتفاجئوا إن ميجي بتسمعها كلامها وبتروح تلعب مع الأطفال بالعربية. وبعدها صوفي بتتكلم مع نوا وبتقول لها إن مايك عارف بموضوع حملها، وبتقول لها كمان إن هي مش هتقدر تخبي الموضوع ده لوقت طويل. فبتعرفها نوا إن هي هتسيب المدينة وتروح تعيش عند خالتها في الريف ومش هترجع تاني. وبالليل ماجي ونوا بيقرروا إن هما يطلعوا أوضتهم علشان يناموا، لكن قبلها نوا بتحضن أمها وبتحضن ويل وبتشكرهم على كل حاجة عملوها علشانها. وقتها ويل بيستغرب من معاملة نوا ليها، اتغيرت فجأة، وبيستغرب أكتر لما بيلاقي ماجي جاية وهي تحضنه هي كمان وبتقول له يا بابا. في اللحظة دي نيجي بيكون فرحان ومبسوط من اللي بيحصل. وبعدها نوا بتاخد ماجي وبيطلعوا أوضتهم، وبتقول نوا لماجي إن الأوضة دي هتبقى بتاعتها، وده في إشارة منها بإن هي هتمشي ومش هترجع تاني. بعد ما بتنام ماجي بتروح نوا تزور سايمون وبتعرفوا إن هي حامل من نيك وإن هي هتسيب المدينة وتمشي. وتاني يوم نيك وصوفي بيكونوا سوا، وبتتفاجئ صوفي إن نيك بيقول لها إن هو هينهي علاقتهم بيها. فهنا صوفي بتفهم إن نيك لسه بيحب نوا، فبتقوله إن هو لازم يسامح نوا الأول قبل يرجع لها. وبتعرفه إن هو دايما بيرمي مشاكله على الناس التانية لأنه ما بيعترفش أبدا إن هو غلطان، وتفكيره إن هو قرر ينفصل عنها ونسى إن ده ممكن يسيب لها ضرر. فبيقرب نيك منها وبيعتذر لها عن اللي هو عامله، لكن سوفي بتنصحه إن هو يروح لنوا وبتقوله إن هي محتاجة له جدا في الفترة دي. فبينزل نيك من أوضته وبيفرح لما بيشوف ميجي بتفطر مع ويل وهي مبسوطة، وطبعا الفضل كله بيرجع لنوا بسبب اللي هي عملته معاها. فبيروح يشتري سلسلة عشان يقدمها هدية لنوا ويرجع علاقتها بيها تاني. في الوقت ده بيتفاجئ مايك إن في المستشفى قررت ترفضه، وبيكون مايك مصدوم لأنه كان فاكر إن سوفي هتلغي قرار الرفض. من شدة غضبه بيكسر القلم اللي هيمضي عليه على الأوراق اللي قدامه، وقبل ما يمشي من المستشفى بيتفاجئ إن في مريضة حاولت تأذي نفسها لأن هي أجهدته وخسرت طفلها اللي كانت حامل فيه، ولكنها في الحقيقة مريضة نفسيا وده ما كانتش حامل أصلا. فيقرب مايك منها وبيكتشف إن هي برية، البنت اللي كانت على علاقة بنيك قبل ما يتعرف على نوا. وساعتها بينتصد مايك وبيقرر يستغل بريا علشان ينتقم من نيك، فبيروح لنوا اللي بتودي جينا ولين قبل ما تسافر. ولكن نيك بيجي وبيتفاجئ باللي هي ناوية تعمله، فبيقول لها ان هو بيحبها وهيكمل حياته معاها للأبد. لكن هو بتنصدمه وبتعرفه ان هي حامل منه، وبتقوله ان هي مش عايزة تعيش معاه، وبتركب عربيتها وبتسيبه وبتمشي. فبيركب نيك عربيته وبيروح وراها، وعلى الطريق بيسألها هي بقى قدامها قد ايه حامل، فبتقوله ان هي في الشهر السادس. فبيفهم منك إن ده حصل يوم فرح ليون وجينا، فبيفرح بفكرة إن هو هيكون أب، وبيفضل يعتذر لها نوا وبيطلب منها تسامحه لحد ما أخيرا بتسامحه. وبيروحوا سوا على البيت علشان تعرف أمها بإن هي حامل. وفجأة بيظهر سام قدام البيت وبيضرب نيك بالنار، وده علشان ينتقم منه بسبب إن هو رفضه من شغله. فبيقع نيك على الأرض وبيهرب سام، والمكان بسرعة بتجري نوا عليه وبتكون قلقانة وخايفة عليه. وبعدها بيتلم نقله للمستشفى وبيدخل نيك في غيبوبة لمدة 6 شهور كاملة لأن إصابته كانت خطيرة. لما بيفوق إن هو وعيلته بتكونوا كلهم قدامه وبيكونوا مبسوطين علشان هو فاق، وبيفرح نيك وهو كمان لما بيعرف إن هو ولدت. وبعد يومين نيك ونوا بيكونوا في بيتهم وبيكونوا مبسوطين مع ابنهم اللي نايم وسطهم. في اللحظة دي نيك بيقدم لنوا السلسلة اللي كان اشتراها، وبيظهر إن نيك لسه مصاب ومحتاج إن هو يرتاح، فبتسيبه نوا علشان ترتاح وبتروح تحضر أكل لابنها. وساعتها بيتفاجئ نيك إن فيريا قدامه بعد ما خطفت ابنه وهو نايم، وبسبب إصابته ما بيكونش قادر يتحرك ولكنه بيدوس على زرار الإنذار، وبكده بيكون بلغ الشرطة. في الوقت ده نوا بتسمع صوتهم فبتجري على الدور اللي فوق، ولكن مايك بيظهر فجأة وبيمسكها فبتضربه إن هو بتتخلص منه. وبعدها بتدخل الأوضة على بريا وبتترجاها ترجع لها ابنها، لكن بريا بترفض وبتقول لها إن هي ونيك حرموها من طفلها وبكده هي خدت حقها منهم. وهنا بيجي مايك وبيمسك نوا علشان يدي الفرصة لبريا إن هي تهرب، فبتنزل بريا بسرعة من الأوضة وبتخرج من البيت، ولكنها بتخاف وبتترعب لما بتلاقي كلب نيك واقف قدامها. في اللحظة دي نيك بيضرب مايك بعصاية الجولف وبتقدر نوا تحرر نفسها منه، وبتجري ورا بريا. وساعتها بتطلب من الكلب يدخل البيت، وبتتكلم مع بريا وبتقولها إن هي مريضة نفسية ولازم تتعالج. في نفس الوقت ده مايك بيمسك مضرب الجولف وبيكون هيقتل نيك، ولكن الكلب بيجي في الوقت المناسب وبيهجم على مايك وبيوقعه من الشباك. ولما بينزل مايك على الأرض بريا بتتخض
فبتستغل نوع الفرصة وبتاخد منها ابنها، وده بيحصل في نفس الوقت اللي بتيجي فيه الشرطة وبيقبضوا على مايك وبريا. بعد مرور شهرين نيك ونوا بيعملوا فرحهم وبيتجوزوا بشكل رسمي، وعيلتها كلها بتكون مبسوطة بيهم، وساعتها نوا بترمي بوكيه ورد وبتمسكه صوفي اللي بتكون مبسوطة هي كمان وفي قمة السعادة. وبعدها نيك ونوا بيودعوهم علشان يسافروا ويقضوا شهر العسل، وبيتفاجئ نيك نوا إن اشترت له عربية زي عربيته القديمة، وبيركبوها سوا وبيتحركوا في طريقهم علشان يبدأوا حياتهم الجديدة سوا.